ازيكم؟ انا مازن عادل. بيقولوا لي عبقرينو صنايع محتوى من الفيديوهات اللي فاتت وفيديوهات قدام، اللي هي البودكاست اللي بينزل كل يوم جمعة الساعة 2. ما بعملش هوك او يعني مكسل ان انا اعمل هوك. انا جاي اقول لك ان الحلقة دي بتكلم فيها عن نفسي اكتر م- من اي حاجة. الحلقات اللي فاتت انا اتبسطت جدا فيها. هتلاقي حلقات جاية قدام ممكن تكون معاد نشرها، وحلقات تانية معاد صياغتها من البودكاست. احنا كنا بنعمل بودكاست بينزل على المنصات التانية. انا كل الكلام ده بشيله بقدر الامكان ان هو ما يكونش موجود، عشان اخليه على منصة واحدة وثابتة وهي اليوتيوب. وبعد كده لو انا عايز اعمل له اعادة نشر ممكن انشره على باقي المنصات بشكل من الاشكال، ما عدا سبوتيفاي عشان انا مقاطع سبوتيفاي. انا مين؟ زي ما قلت لكم في الاول، انا مازن عادل. انا من محافظه محدش فاهمها. هتلاقي ناس بتقول لك دي محافظه تبع الصعيد، ناس تقول لك لا مش تبع الصعيد. فمحدش فاهم حاجه. هو على يعني هو انت على حسب الشخص اللي انت بتقابله انت بتحدد. فانا ما بنتميش للناس اللي بتقول لك ان هي تبع الصعيد. انا بعمل ايه؟ انا من وانا صغير وانا بحب الالكترونيات، او بالاخص بحب الكمبيوتر. مستخدم شره للكمبيوتر من وانا صغير. من وانا صغير امتى؟ من وانا عندي 5 سنين مثلا 4 سنين، ما اعرفش والله هو يعني امتى. يعني هو يعني نقول ان من ساعة ما بدأت افهم وان انا اقعد استخدم ويندوز 98. انا مولود في السنة اللي الويندوز ده تم اصداره فيها. عندي 28 سنة دلوقتي. الحلقة دي المفروض ان هي هتنزل، هنقول الجمعة الجاية. هنقول استنى يعني 6 7 8، الجمعة الجاية هتنزل قبل عيد ميلادي بيوم. فأنا تميت ال 28 سنة. أنا بحب الكمبيوتر من وأنا صغير جدا، بسبب بابا وبسبب إن البيت كله كان مهتم بحاجة زي كده. مش بابا بس يعني، استخدام الإلكترونيات والحاجات اللي زي كده، يعني دي كانت حاجة عندهم بنت لذينة جامدة يعني. هو اللي اشترى الكمبيوتر ساعتها كان من أحدث الحاجات اللي بيخلينا نشغل ويندوز 98 بكل سلاسة. وكان شغال كويس جدا، وانا حبيت النظام ده وكيفية استخدامه. اتعلمت حاجات. بيتقال لي ان وانا في السن ده 5 6 سنين، او يعني قبل ويندوز اكس بي، انا كنت بدي دروس لحد بفهمه ازاي استخدم مايكروسوفت اوفيس، بالتحديد الوورد. اللي هو الوورد بتاع ساعتها، مش فاكر اصدار كام. يعني انا كنت بعمل كده. ازاي؟ ما تسالنيش، ده انا ده اللي بيتقال لي. وبتشكر على الحوار ده ان انت تمام، انت اللي علمتني استخدام الوورد في السن ده. فقشطه زي الفل يعني. تطوري مع الكمبيوتر جه مع ان انا بلعب. انا بقعد العب في النظام، انا بشوف ده بيعمل ايه واتهزق عليه مش مشكله، بس ان انا بتعلم دي بتعمل كذا. وبترجم ده دلوقتي. يعني انا بفتكر حاجات دلوقتي واقعد اقول كان يعني دي كانت بتعمل كذا، انا ما كانش ينفع اعمل كذا ومش عارف ايه. ويندوز 98 ده ما كانش فيه الحاجه اللي تخليني العب جيمز، لا هو كان عباره عن ويندوز عليه شغل بتاع بابا وبس. واذا كان هو كان بيسمع مايكل جاكسون على ما اعتقد، او كان حاجه كده اجنبي، كان حاططهم وخلاص. انا كان ايه مهمتي؟ انا بفتح، احنا كنا عاملين حركه ان احنا بنشغل الاريال بتاع التلفزيون على الكمبيوتر. انا فاكر السلك كان لونه اصفر في الغالب، وكنت بفتح القناه الاولى لان هو اللي كان بيلقط القناه الاولى وقت مجلس الشعب، وبعمل له ريكورد. ليه؟ انا ما اعرفش. كان في الغالب بالوين امب، في الغالب كان بالوين امب. انا مش فاكر ايه او الجيت، مش فاكر اسمه جيت ايه كده، واحد من دول. وفي الغالب الجيت ده هو اللي كان بيعمل القصه دي. كنت بسجل منه الحوار ده. هل بستفاد حاجه؟ لا، بمسحه. يعني اللي هو مفيش حاجه، انت ما بتعملش حاجه. لحد ما دخل علينا حاجه جديده، وهي فولدر الجيمز اللي لف على مصر كلها بنفس الاسامي. انت بتفتح الفولدر ده على اي جهاز في مصر، بيترتب نفس الترتيب بنفس اسامي الالعاب بنفس الفيروسات بنفس كل حاجه. هو كوبي بيست كده.
هنا بقى أنا دخلت عالم جديد، واحد بيلعب هيركليز، GTA Vice City. ما كانش عندنا GTA 3 بالمناسبة. GTA Vice City، Max Payne يعني ما كمّلتهاش وأنا صغير، وأنا كبير بقيت مدمن اللعبة دي، يعني حتى أنت هتلاقيني على منصة من المنصات كاتب أنا لمّا بازهق بالعب Max Payne 1، باخش أختمها. يعني كده اللي هو أنا خلاص أنا حفظت ده هينط لي منين، ده هيعمل إيه، ما أعرفش إيه، مين بُص مين أخش أخلّص اللعبة وأطلع. هنا دخلنا في حقبة جديدة وهي حقبة Windows XP، وكيفية استخدام Windows XP، إن أنا حاجة جديدة عليّا، وحُبّي للمونتاج. آه، من هنا بقى، أنا عايز أعمل فيديوز، الناس دي بتعمل إزاي فيديوز، إزاي في transition بيعمل من هنا لهنا في الفرح، أنا عايز أشوف الراجل ده في الفرح بيعمل إيه. ما كانش عندي القدرة إن أنا أروح لحد الراجل ده هناك عشان يقولوا لي بس حبيبي مثلًا بتاع، يعني هو كانوا بيمشّوا الأطفال من المكان. فجِه قدّامي الحوار ده، إن أنا شُفته في البيت مصوّرين بكاميرا صور وفيديوز بquality متواضعة، وبيركّبوها على بعض. بإيه؟ بWindows Movie Maker. يا سلام! هل أنا كنت فاهم حاجة؟ لأ، مش فاهم حاجة. لأ، مش فاهم إنجليزي. أنا كل اللي أنا باعمله إن أنا قاعد جنب الشخص اللي بيركّب الصور على بعض وألقط، أنت عملت دي من دي 1، 2، 3، 4، 5، هي رقم 5، فأنا لازم أفتح وأقعد أعِد 1، 2، 3، 4، 5 لحد ما ألقط كلمة. هي الكلمة دي، خلاص يبقى دي اللي بتعمل الtransitions، دي اللي بتخلّيني أعمل export، دي اللي بتخلّيني ما أعرفش كذا. فأنا بدأت إن أنا أعمل الحوار ده. كنت فاكر إن ده يعني حاجة عيب مثلًا، ما أعرفش أنا إيه اللي يخلّيني فاكر حاجة زي كده. كنت أعمل الحوار ده واروح في ملف الdocuments، folder الdocuments ده اروح مخبي فيه النتيجة الexport اللي أنا عملته، على أساس ما حدش يشوفه. أصل أنا ما عملتش حاجة، هي نفس الأغنية اللي هم عاملينها أنا باخش أجيبها من نفس folder الأغاني اللي كان برضه منتشر بنفس الترتيب، وعلى نفس الصور بنفس ترتيب الtransitions، وهوب أروح حاطه في نفس في نفس folder الdocuments مع كذا مرة. يعني أنا باحاول أجرب أشوف البتاع ده بيعمل إيه، أنا ما عنديش أصلًا أي صور، ما عنديش أي حاجة. واحد قاعد خلّص اللعبة بتاعته Vice City زهق منها، دخل عمل كده وخلاص شكرًا. لحد ما جه أول تجربة تكنولوجية في حياتي، وهي إن أنا أفرمت الهارد. بالضبط، ده اللي أنا عملته. قاعد الساعة 02:00 ما أعرفش والّا إمتى، باتصفح الكمبيوتر، وكان في حاجة دخيلة عليَّ وهي الreader. اللي ما يعرفش الreader دي حاجة عاملة زي الفلاشة، أنت بتحط فيها الmemory بتاعتك عشان تنقل الdata بتاعتك. أنا بقى دخلت على الnetwork، لقيت مكتوب reader وشكلها زي الفلاشة. أنا عارف دي الفلاشة ال10، 20 ميجا اللي عندنا دي والّا مش عارف كام، دي يعني دي قشطة تمام، دي شبهها. أدوس وأجرّب، دوست كليكين، دوست مش عارف إيه، ساعتها هوبا بسم الله الرحمن الرحيم الكمبيوتر باظ. ده كان سنة كام أنا مش فاكر، بس ده ممكن يكون وقت عرض باب الحارة، لإن أنا اللي فاكر الحدث إن كان في folder كده مخصوص لمسلسل باب الحارة. أنا ضيّعت folder الجيمز بتاعي. أنا دلوقتي مش هاممني أي حاجة تانية، يعني أنا مش هاممني الشغل، folder الشغل والbackup بتاع بابا اللي بيحط فيه حاجاته وموبايله وما أعرفش إيه، لأ أنا مش ده مش هاممني. أنا folder الألعاب ضاع، مع إني أقدر أجيبه عادي، إحنا كده عندنا محل، فأنا أقدر إن أنا أروح لعمي أقول له إزيك عامل إيه، أنا عايز الألعاب دي هاتها لي. هيفتح جهازه يدّيني الألعاب وتتنقل على الجهاز عندي. لأ، معلش folder الألعاب باظ، اتمسح. أنا مش فاكر هل أنا رُحت قُلت لبابا والّا هو مش فاكر اللي حصل ساعتها، بس المهم إن أنا دي أول تهزيقة أنا اتهزّقتها بسبب الحوار ده. عملوا restore للملفات عشان أنا ساعتها ما كتبتش عليها. الحمد لله إن دي كانت حاجة مش فيّا، يعني ما عملتش أي action، فالملفات رجعت سليمة الحمد لله، ما عدا الألعاب بتاعتي، ومش مشكلة في داهية، المهم إن ملفاته رجعت.
يعني أنا لمّا كبرت شوية قُلت في داهية، كده إحنا هنعرف نجيبها تاني. دلوقتي الموضوع بقى بيتطور إن أنا باتعلّم حاجات جديدة، وأول استخدام للإنترنت ليّا كان عشان كنا بنكلم بابا من على الإنترنت بالتليفون الأرضي بسبب إن هو كان مسافر، فإحنا التواصل ما بيننا كان ده توصّل سلك التليفون وتسمع التي، تي، تيريريري والحاجات دي، وده كان أول استخدام، إحنا كلمناه على الياهو في الغالب أو ما أعرفش يعني أمي كانت بتكلمه إزاي، يعني هل أنا لا، ده كان قبل ما يعمل لي الياهو، ما أعرفش هو كان بيتواصل معاها إزاي، ففي الوقت ده كنت بقى إيه، انفتحت على الإنترنت، ألعاب فلاش، يا سلام! أنت بتدخل تفتح تلعب لعبة فلاش بتحمّل في ساعة، وده بيعِد عليك فلوس، قشطة تمام زي الفل. بعديها في 2008 أول account أنا أمتلكه في حياتي، أول ميل أمتلكه في حياتي، أبويا عمله لي وسماه باسمي وكتب 2008 اللي هو إيه، بُص أنا باقول لك إن هو ده اتعمل في 2008 لإن تقريبًا في الغالب كان حد مسمّي عامل account بنفس الاسم فهو كتب 2008 اللي هو أنا عملت لك 2008 هو كان عامل account باسمي من 98 أكيد مش هيدّيهوني يعني ده account بتاعه، فأول ياهو أنا أمتلكه كان في 2008 فالياهو ده كان وسيلة التواصل بيني وبين ابن عمي في الإمارات. إحنا فاتحين الياهو سوا، بنلعب ألعاب فلاش، يعني ما فيش share screen ما فيش الكلام ما كانش في بقى أي حاجة ولا discord ولا أنتم فاتحين أنتم بس بتتخيلوا، شُفت اللعبة كذا خُد اللينك بتاعها ادخل العب، ما فيش multi player ما فكرناش نلعب بحاجة فيها multi player مع إن ساعتها في 2003 2004 كانت كونكر بدأت إن هي تغزو السايبرات، وإحنا في الغالب ما كانش عندنا كونكر في البيت يعني. بعديها بكام سنة بدأنا إن إحنا نلعبها في البيت. بنتكلم ونهزر ونضحك وبتاع، لحد ما جه النقلة بقى إن إحنا نعمل upgrade للكمبيوتر، وإيه upgrade خلّانا نشتري كورت ديو برامات 2 جيجا على البوردة G41 البوردة اللي أنا باحبها لحد النهارده، ودي لحد يعني أنا الجهاز بتاعي اللي هو التجميعة بتاعتي اللي هي دلوقتي المفروض اللي بامنتج عليها وباشتغل عليها ال مكتوب G41 لإن أنا عملت المهم يعني قصة كده، المهم يعني إن أنا أمّا نقلت من الG41 بقى لجهاز أقوى آآ اسمه ده الاسم فضل موجود يعني، أنا باحب جدًا البوردة دي، باحب جدًا الجهاز ده، قعد معايا وقت طويل. هنا بقى النقلة والصيحة بتاعة الشباب كلّهم بقى، كل الشباب اللي أنا أعرفهم، في لعبة جديدة نزلت مُعدّلة من كونكر، كان كونكر بينزل منها نسخ مُعدّلة، كل واحد بقى بيحط القواعد بتاعته والحاجات بتاعته، مش فاكر اسم اللعبة، إحنا كلّنا رُحنا حمّلناها، اللي عنده جهاز في البيت والسايبر بتاعنا والمش عارف إيه، كلّنا رُحنا لبسنا نفس الخازوق، إيه هو الخازوق؟ الأجهزة دي كلّها اتضربت، كلّها اتضربت، أنت هتلبس فيروس، الفيروس ده عايش معاك لسنين قدّام مش بيروح، وده اللي حصل بجد، الكلام ده كان قبل أو كان في وقت الثورة أو بعد الثورة بشهر، كلنا حمّلنا الملفات دي، وده الوقت اللي أنا اشتريت فيه الجهاز أو مش أنا اللي اشتريته يعني بابا اللي اشترى فيه الجهاز، ولبسنا اللبسة بنت اللذينة دي. دول ويندوز بقى، دي بقى الإيه، الحركة اللي عمي عملها لي، إحنا هننزّل دول ويندوز، أنت بما إنك أُعجبت بويندوز 7 لمّا جيت استخدمته في 2009 في النسخة الtrial بتاعته، كنا من أوائل الناس اللي استخدمنا ويندوز 7 في النسخة الtrial بتاعته، فإحنا هننزّل لك ويندوز 7 مع ويندوز XP في نفس الوقت، وادخل عيش. وهنا دي كانت القصة الغريبة اللي أنا مش فاهمها لحد دلوقتي، إن أنا عايز أكلم حد على الياهو، أنا أفتح ويندوز 7 أقدر أتكلم معاه، أفتح ويندوز XP أسمعه. بسبب اللعبة والvirus اللي فيها، أنا مش فاهم إزاي،
التعريفات كل التعريفات موجودة، ما أعرفش كل حاجة موجودة ما فيش مشاكل، بس ليه الحوار ده كان بيحصل ما أعرفش. اللعبة دي كانت لعنة على كل الأجهزة. سَنة، في التانية، في التالتة، لحد ما قدرت إن أنا أتخلّص من الفيروسات بتاعة اللعبة دي في سنة 2014. من 2011 ل2014 وأنا ملازمني فيروسات كده ما بتروحش، أنت بتشيل بيطلع لك غيرها. بال30.000 ده أرقام بجد. كان أنتي فيروس كان بيطلّع رقم ابن كلب من الجهاز، بسبب اللعبة دي. اللعبة كانت مساحتها 2 جيجا هي اللي عملت كده. 2011 دي كانت النقلة بتاعتي، إن أنا دلوقتي شخص كبرت، دخلت إعدادي، في الغالب كنت في إعدادي أيوه أنا كنت في إعدادي هنا النقلة بتاعتي على الإنترنت وانفتاحي على عالم المنتديات، اللي هو بالمناسبة قديم جدًا، بس أنا يعني ما كنتش أعرف حاجة زي كده. ما عندناش الإنترنت دخل بيتنا في 2008، 2009، اللي هو اللي أنت اللي هو الDSL بقى بتاع اتصالات. فمنتديات، وما أدراكم ما المنتديات. المنتدى الأقرب إلى قلبي كان كريزي مان. كريزي مان ده أنا كنت مُشرف، أو كنت هابقى مُشرف فيه قبل ما يتقفل بشوية. كنت هابقى مُشرف على القسم بتاع كونكر. هل أنا كنت أفهم في اللعبة؟ لأ، أنا كنت بانقل مواضيع وبتاع وكانت معديّة عادي جدًا يعني، وكان ليّا بصمة في كل حتّة وبتاع وكده يعني. كنت باكراش على حد في المنتدى، ويعني كانت ليلة. واحد في إعدادي كان بيعمل القصة دي كلّها. فضلت في المنتدى ده حبّة كتار، غير المنتديات التانية اللي أنا كنت باتابعها وعندي أكونتات فيها. اتكلّمت عن عن الحوار ده في حلقة المهرجانات، ممكن ترجع لها وتعرف استخدامي الحاجات دي، وإن أنا جِبت معلومات عن المهرجانات إزاي وما أعرفش إيه. هتلاقي كل ده متوثّق هناك، ممكن ترجع له. يا سلام لمّا أنت تبقى في المنتدى متصيّد. متصيّد إزاي؟ إن أنت تنزّل موضوع، يروح المُشرف يقول لك تم رفع الموضوع إلى المجلة. المجلة دي أنت تفتح المجلة تلاقي يعني الموقع أمّا ييجي يتفتح، أنت عندك لينكين، يعني domain والsub domain بتاعه. الdomain العادي مثلًا crazyman.com، الsub crazyman.com/vb. الvb ده اللي هو المنتدى. فإحنا أمّا تيجي تكتب crazyman.com بس، أنت بتلاقيني بقى في الواجهة، اللي هو حاليًا قلبوهم وخلّوها wordpress. أنت بتلاقيني في الواجهة. يا لهوي! ده متصيّد، ده واحد بقى إيه، شغله موثوق منّه. في الغالب أنا حصل لي حاجة زي كده، بس أنا مش فاكر إمتى، ومش هادخل أدوّر الصراحة. الموقع قفل، وأنا لو فاكر الموضوع كنت دخلت جِبته بالتاريخ. يا سلام بقى أنت مشهور جدًا جوّه، وإيه بقى واحد من 2011 لحد 2016 ماشي في العالم ده، ويخش يدوّر ويحمّل ويجرّب وبرامج وما أعرفش إيه، وكيفية عمل إيه، والمنتديات إزاي أعمل منتدى، إزاي أعمل مش عارف إيه، البرنامج الفلاني، الأغنية الفلانية، اليوتيوب، وإزاي أعمل محتوى على يوتيوب. أنا فضلت كده لحد 2016، 2017 باتعلّم بس. أنا عايز آخُد خبرة في الحاجات دي، تمام، وأثبت على حاجة فيهم. أنا كل ده لسه بادرس، عايز أثبت على حاجة فيهم عشان بعد كده أصرف عليها فلوس وأشتغل وأكسب منها. ما كنتش أعرف إن الكلام ده كله بيموت مع الوقت، إن الحاجات دي كلها بتموت، والحاجة الوحيدة الثابتة هي إنشاء محتوى على الإنترنت. وأنا ما عنديش الخبرة الكافية إن أنا أنشئ محتوى على الإنترنت. أنا كنت باهبد. الهبد إيه؟ بافتح النوت باد واشغّل موسيقى في الخلفية وأورّيك الحاجة. دي ما كانش ليها لازمة وبتموت. فضلت كده لحد ما النقلة التانية بتاعتي، وهي نقلة فرمطة الهارد رقم 2. الهارد ده بقى كان 500 جيجا. أنا بقى المرّة دي مش هاممني أي حاجة على الهارد مش بتاعتي، لإن الجهاز ده كان منقسم بيني وبين بابا إحنا الاتنين. هو ليه جزء من الهارد عليه شغله وعليه حاجته، وأنا ليّا جزء من الهارد عليه حاجتي. أنا مش هاممني الحاجة بتاعته. الحاجة بتاعته دي هو يبقى يرجّعها بأي طريقة. أنا الحاجة بتاعتي دي مش موجودة على النت دلوقتي، أنت مش هتعرف تجيبها تاني. المنتديات كلّها قفلت، ما فيش منتدى فيهم فاتح أقدر أطلّع منه الdata دي. الsub domains بتاعتهم كلّها راحت، الدومينات اللي كانوا بيعملوا فيها الshort link كلّها اتقفلت.
المواقع الupload كلّها اتغيّرت وبدأوا يمسحوا الdata من عليها، ما فيش. أنا دلوقتي أنا عايز الحاجات دي، دي حاجات أقدر أطلّع منها محتوى. يعني أنا كويس دلوقتي إن أنا فاكر حاجات وعملت حلقة المهرجانات دي عنها، ده في كانت حاجات تانية ممكن أطلّع منها محتوى، في صور شخصية راحت، في حاجات عائلية اختفت، حاجات أنا كنت كاتبها ما أعرفش إيه حلقات أنا كنت مش حاجات كتير أنا عايزها اتمحت. اتمسح إزاي الهارد؟ الهارد اتمسح مع بداية Windows 10 الWindows الأقرب إلى قلبي لحد النهارده. اللي حصل إيه، كسّلت إن أنا أغيّر النسخة في البيت، رُحت لعمي قُلت له إن أنا عايز أعمل كذا، أنا ما أعرفش إيه اللي حصل ساعتها، دوست على حاجة غلط، إيه اللي مش عارف إيه، المهم إن أنا روّحت البيت لقيت البارتيشنات كلّها فاضية، فاضية، رُحت واخد صورة جميلة بالتليفون بتاعي ورُحت رافعها على فيسبوك بعد ما عملت login وهنا اكتشفت إن بابا كان صاحي، تعالَ بقى، يالّا بينا نتكلم، يعني اتمسح إزاي؟ أنا ما أعرفش اتمسح إزاي، أنا دوست على حاجة غلط، هل وإحنا بنسطّب حصل مش فاهم حاجة. طيب خلاص هنروح نرجّع الداتا، أنا ما أعرفش أرجّعها والّا ما أرجّعهاش، لإن أنا مش معايا أي حاجة دلوقتي، غيّرت ال ال الدنيا كلّها ونسيت أصلًا الحاجات دي، ومن 2017 أنا بدأت الحقبة الجديدة بتاعتي وهي إن أنا أشوف السوشيال ميديا دي بتقول إيه، بداية دخولي الكلية في 2016، 2017 أنا بقى عايز أعرف بقى الفيسبوك ده بيقول إيه، إزاي إن أنا أشتغل عليه، إزاي أطلّع محتوى، إزاي إن أنا ما أعرفش أعمل بوت أنجح مش عارف إيه، وفعلًا اللي بيسمعني أنا كنت في فترة مشهور آآ صوتيًا بإذاعة معمولة على فيسبوك، هي مش إذاعة بمعنى إذاعة، لأ إحنا بنطلع لايف الساعة 00:00 بنتكلم فيه. إيه اللي بيحصل؟ أنا قاعد باقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهُم بيسمعوا بداية اللايف، أنت معاك جهاز ضعيف اللي هو الكورت ديو خلاص هو بقى ضعيف جدًا، معاك إنترنت سيء، فأنت عشان تطلّع لي محتوى من الجهاز ده صعب، 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 صعب جدًا يعني. قعدت على الحال ده مع الناس دي بتاع سنتين تقريبًا إحنا بنعمل المحتوى ده، لحد ما الفيسبوك قرر إن هو يغيّر من سياساته إن الحاجات دي كلّها spam ويقفل صفحات ويغيّر من مش عارف إيه ويبوّظ إيه، والصفحة دي اتقفلت. اتصاحبت على ناس من الحوار ده ولحد النهارده إحنا أصحاب، أنا مبسوط جدًا، جدًا إن إحنا أصحاب لحد النهارده، وبدأنا إن إحنا آآ نقرّب من بعض يعني وبنسأل بعض ونسأل على بعض وكده يعني. بس النقلة التالتة بتاعتي بقى خلاص بقى أنا هنا ثبتت نفسي إن أنا عايز أشتغل في السوشيال ميديا وعايز أشتغل إن أنا أعمل content على يوتيوب و وباحفرك هنا وهناك عشان أشوف الcontent اللي هيناسبني إيه، وهو كده الtech بس أنت من وأنت صغير فأنت هتطلع تعمل tech. النقلة الجديدة بقى وهي 2021 بعد ما اتخرجت وبدأت إن أنا أشتغل في مكان، يالّا بينا نجيب التجميعة، التجميعة اللي أنا باشتغل منها دلوقتي وباتكلم منها دلوقتي، دي بقى النقلة اللي ثابت عليها من 21 لحد 26 يعني أنا من 2011 لحد 2021 وأنا باشتغل بكورت ديو وكان ممكن أعمل له upgrade أنا عملت له upgrade مرّة جِبت له رامات وكارت شاشة، بس كان سيء برضه، النقلة بقى الجديدة بقى إن أنا غيّرت الجهاز كلّه، النقلة بقى إيه، يالّا تمام، أنا عايز أدخل في حاجة جديدة، إيه هي؟ streaming أنا عايز أبقى streamer أصل أنا متابع ناس streamers على Twitch وعلى يوتيوب وما أعرفش وعلى فيسبوك، فأنا عايز أبقى زيّهم، بس أنا ما كنتش أعرف إن ده صعب، صعب تمامًا، تمامًا. وباتكلّم كده عشان لو حد بيسمع لحد الدقيقة دي، فأنت صعب إن أنت تبقى streamer زي مثلًا العيال بتوع كيك تمام، مدير البرنامج والّا ما أعرفش مين والّا يوسيفر والّا الناس كلّها اللي بتدخل على كيك عمومًا، أنت صعب تبقى زيّهم، أنت محتاج إن أنت تحفرك هنا وهناك وتعمل content هنا وهناك لحد ما تثبت نَفْسك، بعد كده يا جدعان أنا باstream أصلًا، فتعالوا الstream يالّا بينا. دخلت إيه هي المنصة اللي موجودة واللي أنا متابعها هي Twitch
يالّا بينا إحنا جِبنا جهاز كويس، معانا الOBS، معانا الحاجات بتاعتنا، يالّا نبدأ أول stream. حد بيتفرّج عليك يا ابني؟ لأ. أنت لأ، ما فيش حد. أنا كل اللي أنا عملته إن أنا دخلت لعبت GTA RP اللي هو أنا خلاص أنا دلوقتي معايا GTA وببلاش، ما هي جات لي في وقت الكورونا، فيالّا بينا نخش نجرّب GTA ببلاش. دخلت فعلًا، رُحت رُحت جرّبت النسخة الRP اللي هي الحياة الواقعية، اتعرّفت على ناس هناك، بالمناسبة هم أصحابي لحد دلوقتي على Discord وباحبهم جدًا، جدًا، جدًا يعني. اتعرّفت عليهم واتصاحبنا مرّة واحدة، السلام عليكم، الstream بتاعي دخلوا 2 يوتيوبرز أنا متابعهم أصلًا، طب سلام إيه ده يا لهوي! ده أنت إيه ده أنت اللي عامل ده، أنت اللي مش عارف إيه، أنت دردشنا شوية، شكرًا محتواك حلو مش عارف إيه، خرجوا، عملوا لي follow وخرجوا. من بعديها بدأت بقى إن أنا إيه، أجذب ناس ليّا إن هم يتفرّجوا عليّا، بس برضه أنت ما زلت ما فيش أنت يعني الناس اللي بتتابعك دي على الله، هم كلّهم بيتابعوا نفس الأشخاص، يعني أنا دلوقتي فتحت stream أنا و5000 واحد، الناس دي بتتابع نفس ال5000 يعني إحنا في نفس الوقت فاتحين stream فهو هيروح يلِف على مين؟ ما أنت برضه واقع. فأنا وأصحابي بتوع الRP بنفتح استريمات في نفس الوقت، فأنت هتتفرّج على مين؟ إحنا هنعمل إيه؟ هي صعبة، محتاجة إن أنت الأول تعمل content الcontent ده يجيب views منهم تعرفوا إن أنت أصلًا بتعمل استريمات في المكان الفلاني يدخلوا يتفرّجوا عليك، زي X Master وShadowza وكده يعني. فضلت مكمّل شوية في الحوار ده، وإن أنا فعلًا أنا عايز أعمل content وألِف على ده وألِف على ده واتصاحب على ده ومش عارف إيه، وأعرّف الstreamer الفلاني أنا أصلًا متابعك في يوتيوب من 2015، 2016 ما أعرفش أعرّف مين أنا باعمل إيه، بدأت إن أنا أبقى moderator عند ده، وده أعرفه عن قُرب وأسلِّم عليه وأتصوّر معاه ويبقى هو أصلًا عارفني من غير ما أنا أقول له أنا مين، فحاجة بنت لذينة خلاص أنا بدأت بقى إن أنا إيه، حلم الstreamer بقى يالّا بينا، لحد ما هوب drop down أنت وقعت، ليه؟ محتاج إن أنت تعمل content برضه، وأنا ما عنديش خُلق إن أنا أعمل content ليه علاقة بالstreaming ما أعرفش ليه، واتضح إن ده ADHD وحاجات كده مؤخرًا يعني بدأت إن أنا أكتشفها يعني، بس طَب ما إحنا عايزين نعمل حاجة، طيب يالّا بينا إحنا بنعمل mini podcast mini podcast ده podcast أنت بتتكلم فيه وبتدِس فيه ناس وبتقعد تتكلم بتدِس فيه برامج زي أنا باكره التيك توك مثلًا وتدِس فيه حاجات كتيرة وبالفعل عملت كده وعملنا حلقات كتير ونزلت وجابت استماعات مُرضية بالنسبة لي كواحد مش بينشر أصلًا الpodcast بتاعه في حتّة، لحد ما بطّلت أعمل content خلاص أنا زهقت، اللي هو فكرة إن أنت بتعمل حاجة ما بتجيبش views مش عارف إن أنت تmarket لنفسك، مش عارف إن أنت أصلًا تشوف الخلل فين، أنا مش مذاكر الكلام ده كلّه. بعد كده ظهر لك الفقاعة الجديدة وهي الذكاء الاصطناعي بسم الله الرحمن الرحيم، إزيك عامل إيه؟ أول أداة ذكاء اصطناعي ظهرت قدّامي طب ما يالّا نعمل فيديو، هوبا عملت فيديو، ضرب، اللي بعده، يالّا بينا، views اللي بعده views اللي بعده views بالنسبة للقناة دي ساعتها كانت حلوة جدًا. هنا وهناك، هنا وهناك، هنا وهناك، ونشتغل لحد ما يالّا بينا إيه، في موقع جديد اسمه ليوناردو ده بيgenerate صور، وأنا قبليها كنت باستخدم stable diffusion اللي هو دي النسخة البدائية اللي كانت بتطلّع صور يعني، ورُحنا استخدمنا ليوناردو، عملت منه محتوى حلو جدًا، يالّا بسم الله الرحمن الرحيم كورس ليوناردو، دخلت لقيت حد بيعمل كورس ليوناردو، حد على موقع مدفوع طب ما ليه ما أعملش أنا حاجة زي كده بالupdate الجديد بتاع ليوناردو وانزّله ببلاش، بدل ما أنا كنت عامله مدفوع يا عم زكاة علم ونزّله ببلاش على يوتيوب. في الأول أنا قعدت أعمل له upload بتاع 60 مرّة بسبب إن أنا عايز أنزّله كلّه مرّة واحدة بترتيبه، مش عارف أعملها إزاي، لحد ما بسم الله الرحمن الرحيم بدأ يجيب views ومش كلّه الصراحة يعني، مش كل الحاجات بدأت تجيب views بس الحاجات بتاعته بتجيب views. أنا حاليًا أنا مسجّل عمّال في اليوتيوب عندي بابُص يعني أشوف الكلام على إيه، جاب views بنت لذينة بالنسبة برضه لقناتي وإن هي قناة واقعة جدًا وبتاع، و وخلاص بقى ده الحلم بقى، الحلم بتاعنا بدأت أنجح دلوقتي ويالّا بينا نشوف هنعمل إيه، زيادة يعني أقصد في الAI drop down
أنا زهقت، أنا برضه القناة ما بتجيبش. بدأت إن أنا أخيّش وأخيّش جدًا وناس كانت بتتريق عليّا، وعادي جدًا والله العظيم يعني أنا ما عنديش مشكلة إن هو يقعد يتريق، أنت تمام، أنت خلّيتني بعد كده إن أنا آخُد بالي ليه ما أرجعش أعمل content تاني؟ أنا ما عنديش الإمكانيات إن أنا أعمل content بنفس الquality بتاعتك، مش مشكلة، أنا برضه هاحاول أعمل content وبتاع وكده. بدأت إن أنا أبُص إيه الحاجات اللي ممكن الناس تكون محتاجاها. عملت فيديو، ده الفيديو اللي لحد دلوقتي أقول إن هو ضارب وبيجيب views لحد النهارده، إزاي تلعب Medal of Honor مع صحابك. أنا إزاي عملت الفيديو ده وطلع للناس وجاب views ما أعرفش. باحلل الفيديو، أنا كل اللي أنا عملته في الفيديو كلها حاجات عشوائية تمامًا و وجابت. اتضح إن العشوائية شغالة، حاولت أعمل حاجات عشوائية تانية ما جابتش زي ده، ده اللي ضبط. يمكن عشان Medal of Honor وإن إحنا كلنا بنحب اللعبة، بس قشطة تمام يعني. Medal of Honor ضبطتني. Medal of Honor كان قبل الكورس بتاع الAI، بس أنا باتكلم دلوقتي أنا واخدها بإن AI وحاجات تانية مخبطة وكده يعني. قعدت أعمل حاجات كتير وأنزّل حاجات كتير وأشوف هنا وهناك، تحديثات ما أعرفش مين بيعمل إيه. حاولت إن أنا مش عارف أعمل، كلّها بتجيب من 100 مشاهدة، 150 مشاهدة، 200 مشاهدة. باحاول إن أنا أعمل أي حاجة تجيب في أي حتّة. آآ ما فيش خالص، وفي حاجات كمان أنا عايز أمسحها أو أخبّيها من الchannel من كتر ما هي بالنسبة لي رديئة جدًا، جدًا. ب مش عاجباني، ممكن بعد كده نبقى نتكلم عنها. بس بعد كده اكتشفت بعد تحليلات وحاجات إن أنت القناة بتاعتك خلاص هي اتجاهك اتجاه التقنية 100%، ودلوقتي الذكاء الاصطناعي هو اللي مقوّم لك القناة شوية، فأنت محتاج إن أنت تتكلم في الحوار ده. ودي النقلة الجديدة، نقلة الذكاء الاصطناعي وما أعرفش إيه، ويالّا بينا نسيب الشغلانة اللي إحنا فيها تمامًا، ونبدأ نركّز على حاجة جديدة ونعمل shift تمامًا، وهو shift المونتاج. أنت اللي أنت كنت فيه، أنت تمام كنت بتأدّي فيه وبتعمل شغل، بس أنت بتشِف. أنا ما باحبش الشَف، أو إن أنا ب ب باخد style حد وأقلّده بالضبط وخُد ده الdesign أهو. أنا ما بجد أنا مش فاهم في الحاجة دي، ولحد النهارده باقول أنا مش فاهم فيها لإن أنا كنت باشِف أو بانقُش. بس أنت في المونتاج أنت بتحاول تعمل حاجة وبتتعلّم حاجات وبتشوف أفكار وبتحاول إن أنت تطلّع ليك منتج حلو. فدخلت في الediting ويالّا تمام، أديك بتحاول تطوّر من قناتك فكرة إن أنت تطلّع فيديو بشكل حلو. وبدأ الكلام ده إن هو يضبط في في الreels بتاعة القناة أو الحاجات دي. في الغالب أنا شِلتهم من الchannel عمومًا وأشوف إيه الحاجة اللي جايبة views وأبقى أرجّعها. وعملت ده تمام، يوتيوب تمام زي الفل، أدي ما أنت استمر بقى على كده. برضه drop down أنا مش قادر، drop down أنا حاجات كتير أوي باعملها وهوب باdrop، ما باقدرش إن أنا أكمّل. الconsistency ما أي حاجة ما فيش تمامًا، لحد ما خلاص إحنا لازم نرجع، لازم نعمل حاجة. رُحت أخدت ورشة أتعلّم فيها حاجات جديدة، وإن أنا أصحّح مفاهيم عندي. واكتشفت إن في الورشة دي فيها ناس كويسة جدًا. آآ يعني كويس إن هُم اتجمّعوا قصدي في الsession بتاعتنا، اتعلّمت منهم حاجات وفهمت حاجات كتيرة. صحّحت لي حاجات عندي كانت غلط، ضافت لي حاجات زيادة عن اللي أنا فاهمه. غير إن أنا أصلًا خدت كورس السنة اللي قبليها وما أعرفش إيه. طَب يالّا بينا بقى إحنا عايزين نعمل content بشكل مختلف. هابدأ أصوّر، هابدأ أعمل، هابدأ مش عارف إيه. أنا موقّف. لحد دلوقتي أنا لسه فكرة التصوير الcontent ده لسه باشوف هانفّذها إزاي. عايز إن أنا أنفّذها بشكل حلو وإن هي تظهر للناس بشكل حلو، مش الشكل الحلو والناس بتتكلم عليه اللي هو تبقى الكمال والناس بتدوّر إن هي مش لأ، أنا عايز إن أنا أنفّذها بشكل حلو حتى لو هي بالنسبة للناس سيئة، بس بالنسبة لي أنا دي خطوة بداية حلوة. وقّفت وقُلت يالّا بينا نرجع للبودكاست
وسجّلت الحلقات ال3 اللي فاتت أو الحلقتين اللي في الأول، والحلقة التالتة اللي هي المُعادة ودي الرابعة، وهنبدأ إن إحنا ننزّل بشكل مستمر كل يوم جمعة الساعة 14:00 لحد ما هوبا نسجّل أو نصوّر الحلقات بتاعتنا اللي هي بقى اللي ليها علاقة بالقناة عمومًا. كان في قبليها حلقات اسمها مش متمنتج نزّلتها، قُلت أجرّب أنزّل 10 حلقات ورا بعض، كل يوم بانزّل حلقة واشوف الإنترنت هيسمع كلامي ويجيب views والّا لأ، وبالفعل لقيت حد مهتم ولقيت بيجيب views وأنا مش قاصد ده، مش قاصد إن هو يجيب views في نفس الfield. يعني أنا كنت باقول إن أنا هارمي فيديوهات وإن أنا عايز ناس من niche مختلفة هي اللي تخش تتابعني، لأ لقيت ناس من نفس الniche بتتابعني، طب ليه يا جدع لأ أنا مش عايزك أنت، ما أنا يعني أنت طالما أنت الحاجات دي أنت فاهمها، أنا عايز غيرك، ماشي تمام. يعني الحتة اللي فاتت دي أنا متلخبط وباقول كلام متلخبط، بس يعني استحملوني شوية عشان أنا بالخبط في الكلام كتير يعني. مش بتمنتج دي مش هتلاقيها موجودة على الإنترنت دلوقتي، ممكن أبقى أنزّلها من جديد على يوتيوب، من جديد مش إن أنا أرجّعها تاني لأ أنزّلها من جديد وأشوف بقى تبقى معمولة بشكل عامل إزاي وخلاص. دي رحلتي على الإنترنت أو رحلتي في التقنية. أنا مازن عادل، أنا باعمل إيه، أنا باحب الكمبيوتر من وأنا صغير، كبرت وبقيت عايز أعمل محتوى وبالفعل دلوقتي باحاول أعمل محتوى وإن أنا عايز أجيب views، ناس تشوف الحاجات اللي أنا باعملها وتستفاد منها، ومش طالب من أي حد أي حاجة، أنا طالب بس إن أنت تكون بتعمل لايك وشير وسبسكرايب وتكون مستفيد بحاجة من اللي أنا باعملها، ولو عايز تسألني في أي سؤال اسأل، عايز عندك أي معلومة في أي يعني ده لو الجهاز بتاعك بيطفي الساعة 2:00 ودي مشكلة عندك اكتب لي الجهاز بيطفي الساعة 2:00 ودي مشكلة عندي قُل لي الحل أعمل إيه، هاقول لك دي مشكلة ما أنت اللي ممكن تكون ضابطه إنه يطفي الساعة 2:00 الله أعلم يعني، بس يعني اكتب في الكومنتات وأنا هارُد عليك عادي جدًا. أشوفكم في حلقة بودكاست جديدة، وعايز أقول للناس اللي بتتفرّج والناس اللي بتعمل comment شكرًا جدًا، 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 جدًا من كل قلبي، إن شاء الله أرجع لكم مراجعة قوية على كل المنصات، وزي ما قُلت كتير قبل كده إن أنا باعمل محتوى مختلف على كل المنصات، وكلّه بيصُب في الذكاء الاصطناعي من الآخر يعني، ما تنساش إنك تعمل لايك وشير وسبسكرايب، لايك وشير وسبسكرايب، لايك وشير وسبسكرايب بجد، بجد ده بيفرق معايا، أنا ده بيفرق معايا كصانع محتوى، اللايك بالتحديد بيفرق أكتر من السبسكرايب دلوقتي، ليه؟ أصل يعني معلش إحنا بنغيّر السياسة بتاعتنا بقى، ما يالّا بقى، سلام عليكم.